تخيل إنك مرمي في قاع بير مظلم، وفجأة الأرض بتتشقق وبيخرج منها 3 تعابين أناكوندا عملاقة فاتحة بقها عشان تبلعك حي. التعبان بيقرب من وشك، يبص في عينك عشان يقرأ روحك، ولو حس بذرة كذب واحدة هتتحول لوجبته في ثانية. الطريق الوحيد عشان تخرج عايش هي إنك تعترف قدام العشيرة كلها إنك خاين وجاي تدمرهم. ازاي بطلنا وصل لبير الموت؟ القصة بتبدأ من سنين طويلة في ليلة مرعبة وهادية. طفل صغير بيساعد أبوه في تصليح عربية عطلانة. فجأة ملامح الأب بتتغير، حاسس بخطر بيقرب في العتمة. بدون تفكير بياخد ابنه ويخبيه جوه دولاب ضيق ويقول له جملة واحدة مستحيل ينساها مهما حصل: إياك تخرج. من شق صغير في باب الدولاب الطفل بيشوف المشهد اللي هيشوه روحه للأبد. رجال مسلحين بأسلحة موجهة براس أبوه. الطفل ما بيستحملش، بيحاول يخرج يهاجمهم لكن محاولته بتفشل. أبوه بيصرخ فيه عشان يهرب. الطفل بيجري في العتمة والدموع مالية وشه والضربات بتلاحقه، لكنه بينجو عشان يلتفت ويلاقي بيته بيتحرق وجواه جثة أبوه. في الليلة دي الطفل اتحول واتولد مكانه وحش هدفه الوحيد في الحياة الدم بالدم. بنرجع للحاضر، مكان قذر تحت الأرض، أصوات الصراخ والضرب بتملى المكان. دي مش مجرد حلبة مصارعة، دي حلبة موت حقيقية. وسط الدم والعرق بيظهر بطلنا مسمي نفسه الثعبان الأسود. بيخلص على خصمه بوحشية وبعدها بيقرب منه رجل أعمال ياباني غامض اسمه كينتا بيبصله بابتسامة خبيثة وبيقول له: اشتغل معايا وأسلمك الراجل اللي يخلص على أبوه. الكلمة دي كانت كفاية إن الثعبان الأسود بيبيع روحه للشيطان. الثعبان الأسود بيبدأ يشتغل مع عصابات الياكوزا الخاصة بكينتا، بيهربوا أسلحة بطرق غير شرعية. وفي يوم كينتا بيكتشف إن في جاسوس وسط رجالته. الجاسوس ده اسمه تومي، والمفاجأة تومي يبقى ابن عم كينتا. أكيد كينتا قتل أخوه وهو عايز ينتقم منه. كينتا بيرمي مسدس في إيد الثعبان الأسود ويأمره إن هو يخلص عليه. الثعبان الأسود بيرفع المسدس بيصوب على راس تومي. الصمت بيقتل المكان وصوت الطلقة هو اللي بيحييه. بس ما بيضربش تومي، بيضرب الحراس وبيحرر تومي وبيبدأ معركة طاحنة. تومي بيتحرك بسرعة مرعبة، سيفه بيقطع في الهواء واللحم بمهارة النينجا المحترف. بيقتلوا كأنهم جيش كامل لحد ما بيهربوا. لكن الثعبان الأسود بياخد طعنة قوية بتفقده الوعي. الثعبان الأسود بيفتح عينه، بيلاقي نفسه طيارة خاصة فخمة جدا. تومي قاعد قدامه وبيكشف له الحقيقة: احنا مش مجرد عصابة، انا وريث عشيرة الارشيكاجي، اقدم واقوى عشيرة نينجا في اليابان. انت كان ابن عمي لكنه كان العشيرة عشان السلطة، ودلوقتي هو عدونا. بيوصلوا لطوكيو وهناك الثعبان الاسود بينبهر. قصر مرعب، حراس في كل مكان، وتقاليد عمرها آلاف السنين. تومي بيعرفوا على الجدة زعيمة العشيرة وعلى أكيكو رئيسة الأمن اللي نظراتها بتقوله: أنا مش طايقاك ولا واثقة فيك. كده اعرف إن ده حب من النظرة الأولى. رغم شكوك أكيكو، تومي بيحط رقبته على المحك ويضمن الثعبان الأسود. الجدة بتوافق على ضمه للعشيرة لكن بشرط واحد: لازم يتخطى 3 اختبارات مميتة. الاختبار الأول كان غريب. المعلم هارد بيمسك سلطانية مليانة مية وبيقول للثعبان الأسود: خدها من إيدي من غير ما توقع نقطة. الثعبان الأسود بيحاول بالقوة بالسرعة بس بيفشل. العشيرة بتراقب والمعلم الأعمى بيحذره إن الكذب هنا ملوش مكان. بس بالليل بتنقلب الموازين تماما. الثعبان الأسود بيتسلل بره القصر في السر، بيروح مكان مهجور وبيقابل مين يا ترى؟ كينتا. اللي فات ده كان كله مسرحية. انقاذه لتومي، دخوله للعشيرة،
العشيرة. كله كان خطة متفق عليها بينه وبين كنتا عشان يخترق العشيرة ويسرق حجر الشمس، أقوى أثر سحري بتمتلكه العشيرة. الثعبان الأسود بيكون متردد، العشيرة عاملته باحترام وتومي اعتبره زي أخوه. بيقول لكنتا إنه هينسحب، لكن كنتا بيصح الوجع القديم، لو انسحب انسى إنك تشوف قاتل أبوه. أنا حاسس كده إن هو اللي قتل أبوه، معرفش ليه، أتوقع خبرة أفلام كتيرة. الثعبان الأسود بيبلع ريقه وبيوافق يكمل الخيانة، لكن اللي ما يعرفوش إن أكيكو كانت بتراقبه من بعيد. الأحداث بتشتعل، عصابة كنتا بتتحالف مع منظمة إرهابية عالمية اسمها كوبرا، بتقودها امرأة مرعبة اسمها البارونة. وفي المقابل بتظهر منظمة اسمها جي آي جو، ممثلة في مقاتلة شرسة اسمها ميجر أوهارا، وبتنضم للعشيرة عشان توقف الخطر ده. بص، هي كل أسماء النينجا كده لازم يكون له هيبة وما تعرفش تقراه. الثعبان الأسود بيخضع للاعتبار تاني، بوابات الوهم، بيواجه أسوأ كوابيسه، بيشوف مشهد موت أبوه بيتكرر قدامه، لكنه بينجح إنه يسيطر على خوفه وبيعدي الاختبار. بيجي بقى وقت الاختبار الثالث والأخير اللي انت مستنيه، أشرس اختبار ممكن تتخيله. بينزلوه في بير عميق ومظلم، الجدة بتقوله لو قلبك صافي هتخرج حي. بمجرد ما بينزل الأرض بتتشقق وبيخرج منها 3 تعابين أناكوندا عملاقة حجمها مرعب. الثعابين بتقرب منه، بتشم روحه وفجأة بتهاجمه. التعابين حست إن قلبه مليان سواد وانتقام. في اللحظة الأخيرة دي الثعبان الأسود بينهار وبيعترف قدام زعماء العشيرة، قلبي مش صافي، أنا عايش بس عشان أقتل اللي حرقوا أبويا. الاعتراف بالصدق أنقذ حياته من التعابين، بس خلاه يسقط في الاختبار. الجدة بتقرر طرده من العشيرة لأنه لا يصلح يكون نينجا. قبل ما يمشي تومي بيجيله، تومي مكسور إن صديقه هيمشي، بيجرح إيده بالسكينة وبيخلي الثعبان الأسود يجرح إيده هو كمان، وبيعملوا عهد الدم، عهد الأخوة للأبد. افتكرت مشهد كان كل واحد بيتف في إيده ويسلموا على بعض، معرفش كان فيلم إيه بس كان مقرف برضه. الثعبان الأسود بيمسح دم تومي بمنديل وبيمشي، بس هو ما خرجش. بمجرد ما الليل بيدخل الثعبان الأسود بيعطل أنظمة الأمان وبيتسلل لقبو الحجر الشمسي، وبيستخدم دم تومي اللي على المنديل عشان يفتح الخزنة البايومترية. بيسرق الحجر، أكيكو بتكتشفه وبتقتله بشراسة، ودموعها بتنزل من عينيها من الخيانة. مش قلتلكوا ده كان حب من النظرة الأولى؟ حب انتهى بخيانة. بس بيهزمها وبيهرب بالحجر ويسلمه لكنتا. كنتا بيمسك الحجر المشتعل وعشان يجربه بيوجهه ناحية واحد من الحراس، وفي ثانية واحدة الحارس بيتحول لرماد. البارونة بتنفذ وعدها وبترمي الراجل اللي قتل أبو الثعبان الأسود تحت رجليه. الثعبان الأسود بيمسك سيفه بيرفعه على رقبة القاتل وبيسأله والدموع في عينه، ليه عملت كده؟ القاتل بيترعش وبيقول أنا ما كنتش أعرفه، أنا كنت بنفذ أوامر منظمة كوبرا، أنا كنت عميل ليهم. بس في اللحظة دي الثعبان الأسود بيكتشف إن انتقامه كان أعمى. أبوه مات بطل بيحارب الشر، وهو دلوقتي بيسلم سلاح الدمار الشامل لنفس الأشخاص اللي خلصوا عليه. بيرمي سيفه وبيسيب القاتل وبيركب موتوسيكله بأقصى سرعة عشان يصحح الكارثة اللي عملها. كنتا بيهاجم قصر الأرشيكاجي بجيش كامل وبقوة حجر الشمس. القصر بيتحول لساحة حرب دموية. الثعبان الأسود بيوصل وبيقف في صف تومي وأكيكو والمعلمين. المعلم الأعمى بيختفي وبيظهر زي الشبح يقطع في الأعداء. ميجر أوهارا بتضرب الرصاص في كل مكان. جيش كنتا بيتدمر وكنتا بيهرب للحظة الأخيرة.
الأخيرة الثعبان الأسود بيلحقه لحد حافة بير التعابين. معركة طاحنة بين الاتنين، سيوف بتخبط، شرر بيطاير، كنتا بيحاول يحرقه بالحجر، لكن الثعبان الأسود بيلف سلسلة حديدية حوالين رجل كنتا وبيسحبوا هما الاتنين وبيقعوا في قاع البير المظلم. تعابين الكبرى العملاقة بتخرج، كنتا بيصرخ وبيقطع واحد فيهم بسيفه، لكن التاني بيفتح فكه المرعب وبيبتلع كنتا حيا في مشهد يخش التاريخ. الثعبان بيلتفت للثعبان الأسود، بيقرب من وشه، بيبص في عينه. المرة دي التعبان بيتراجع. قلب الثعبان الأسود اتطهر لما تخلى عن الانتقام وضحى بنفسه عشان ينقذ العشيرة. المعركة خلصت، العشيرة انتصرت، بس الطعنة اللي سابها الثعبان الأسود في قلب تومي كانت أعمق من إنه ينساها. الجدة بتجرى تومي من حقه في القيادة لأنه جاب خاين العشيرة. تومي والدموع في عينه والغضب بيحرق روحه، بيقلع خاتم العشيرة، بيبص للثعبان الأسود نظرة ترعب وبيقول له أنا هسيبك تعيش النهاردة، لكن المرة الجاية اللي هنتقابل فيها هتكون نهايتك. تومي بيمشي في الضباب ليولد في اللحظة دي واحد من أخطر الأشرار في التاريخ، ستورم شادو، ذيل العاصفة. في النهاية العشيرة بتسامح الثعبان الأسود. خطيبته أكيكو بتقدم له بدلة نينجا سودا بالكامل اللي هي البدلة الرسمية للنينجا، وميجر أوهارا بتديله ملف سري عن أبوه وتطلب منه ينضم جي آي جو عشان يكمل مسيرة أبوه. لكن الثعبان الأسود بيلبس بدلته، بيمسك سيفه وبيقرر قراره الأخير. هو مش هينضم لحد دلوقتي، هو هيخرج في رحلة طويلة، رحلة للبحث عن تومي صديقه اللي دمره بإيده في محاولة أخيرة لإنقاذه من الظلام اللي سببه له. بمعنى آخر الجوازة باظت. بص يا جماعة، الفيلم ده من الآخر بتاع فشار وروقان، بس يعني إيه، تقفل دماغك، تنسى المنطق وتستمتع بالضرب والسيوف والأكشن. في حاجات حلوة وفي حاجات وحشة. الحلو إيه؟ الأجواء اليابانية وأجواء النينجا حلوة قوي، هتحسسك إن أنت جوه ألعاب النينجا بتاعت أيام البلاي ستيشن 2 لو أنت لعبت من الألعاب دي قبل كده. العيوب بقى إيه؟ القصة تحسها إن هي بطاطس مهروسة، البطل عمال يعمل حركات ندالة طول الفيلم تخليك تسأل نفسك هو ده بطل ولا شرير ولا إيه؟ عشان كده على فكرة تقييم الفيلم ده واخد 5/10. فيلم سهرة لذيذ، بس ما تتوقعش منه قصة عميقة أو دراما هتخليك تعيط. بس لو بتحب الأكشن السريع والنينجا والخناقات اللي ما بتخلصش، فالفيلم ده هيعمل معاك أحلى واجب ويسليك. أتمنى تكون استمتعت معانا واشتركت في القناة عشان تنضم لعائلتنا، وعجبك الفيديو وشاركت مع عائلتك. أتمنى لك يوم سعيد مليان بالصحة والخير، ومع السلامة وأشوفك تاني.